ولا باقي في العين دموع. الموجة بلغت مداها وتاه طريق الرجوع. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وبوضوح. من أخطر القضايا المجتمعية هي عشوائية الفتوى أو الفتوى العشوائية الضبابية. الحقيقة الفتاوى العشوائية الغير ملزمة الغير منظمة اللي بتخرج من أشخاص غير مسؤولين وغير ملزمين بهذه الفتوى من أخطر القضايا التي تهدد السلم والأمن المجتمعي، لأنها تحدث فرقة مجتمعية كبيرة. هذه الفتوى ممكن أن تؤدي إلى انقسامات في المجتمع، تؤدي إلى تغيير وتأثير في السلوكيات وفي التصرفات. أيضا يمكن أن تستغل سياسيا بشكل أكبر وأخطر. ولهذا كان لزاما على الدولة أن تعطي الضوء الأخضر للاهتمام الشديد جدا بهذه القضية. إلزام من يقوم بالفتوى من الدارسين، من أبناء الأزهر، من الموثوق في فتاواهم. أيضا نجد انتشار فتاوى عشوائية في الفضائيات المدفوعة الأجر، كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي نجد فوضى عارمة من هذه الفتاوى، وبالتأكيد هذا يصب في المواطن، يصب في إحداث بلبلة في المجتمع. النهاردة هيكون موضوعنا عن فوضى أو عشوائية الفتاوى، كيف يمكن التصدي لها، ما هي الفتوى، وكيف يمكن أن نتصدى لهذه الفوضى، ومن هو المسؤول الوحيد عن هذه الفتوى. هيكون معنا الداعية الإسلامي الشيخ إبراهيم رضا في هذا الموضوع الهام. تابعونا. أهلا بيك. أهلا وسهلا، تحياتي. يعني الحقيقة احنا في الآونة الأخيرة بنشوف فوضى وعشوائيات، يعني مش بس عشوائيات في الشارع لكن عشوائيات كمان في الفتاوى، عشوائيات في الفضائيات المدفوعة الأجر. بنلاقي ناس وبنلاقي ما يطلق عليهم شيوخ الفضائيات أو شيوخ الفيسبوك أو شيوخ تيك توك. بنلاقي فتاوى وبنلاقي كلام لا أنزل الله به من سلطان، ولا الحقيقة الشريعة بتقول الكلام اللي بيقولوا عليه، ولا قرينا عنه قبل كده. كلام يعني منافي تماما للشريعة وللسنة وللوسطية اللي بينادي بيها ديننا. قبل بقى ما ندخل بالتفاصيل ونعمل ايه ونتصرف ازاي، نعرف كده يعني ايه فتوى، من هو الذي يقوم بالفتوى، ما هي مواصفات الشخص اللي بيقوم بهذه الفتوى. الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان وكرمنا بالإسلام وشرفنا بالانتساب إلى نبي آخر الزمان وهو سيدنا رسول الله. بحيي حضرتك على حسن الاستضافة وبحيي مشاهديك الكرام. وخلينا نقول إن فكرة قل الله يفتيكم، بيسأل سائل في أي قضية من القضايا الملحة وبيحتاج إلى إجابة. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، أي أهل التخصص، إن كنتم لا تعلمون. فاحنا هنا اول حاجه الاسلام بينها لنا احترام التخصص. أيوة. اللي هو اسال في الطب الطبيب، في الهندسه المهندس، في الدين العالم. ما عندناش رجال دين، فكره رجال دين ما هيش موجوده في الاسلام، لكن عالم يعني بيذهب بيتعلم بيتلقى العلم، وبعد كده بنعلمه القدره على استنباط الأحكام الفقهية من كتاب ربنا وصحيح السنة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أمال مين رجل الدين؟ لأنه كل التعريف بهؤلاء رجل من رجال الدين، لا هنا أو شيخ فلان. ده ممكن يعني مثلا في المسيحية في رجل دين، في اليهودية في رجل دين. الإسلام ما فيش مصطلح رجال الدين تماما. يعني حتى هنا هو بيروح يدرس فيتخصص فيصبح عالم في مجاله، فهنا بيعمل أو بيستسن بسنة النبي بلغوا عني ولو آية، فهو مبلغ عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا ليه بنقول ان ما فيش رجل دين؟ عشان ما تبقاش ليه قداسة. انت فرد
زيك زي اي واحد في المجتمع، بس انت تخصصت في دراسة العلم ده فاحنا محتاجينه. الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، يعني عشان يبلغوا قومهم بعد ذلك. أيوة. ويجي ويقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الناس عليها مسؤولية. أنا ما أسألش كل من هب ودب. احنا عندنا إشكالية. الإشكالية في إيه؟ إن الناس دلوقتي بتعتمد بنسبة 100% على السوشيال ميديا. بالظبط. والسوشيال ميديا أو زي ما بنقف وبنقولها كده، احنا أول من حاول يزرع الأفكار الدينية كان التيار السلفي على السوشيال ميديا. صحيح. فعشان كده بنقول خلي بالك من الشيخ جوجل. انت بتروح تستفتي جوجل في كل حاجة، اصوم ازاي واصلي ازاي واتعامل ازاي. فهنا الفكر ربما يبقى فكر عنيف شوية، لانه هم اول ناس قدروا يشتغلوا على ده. عندي بعد كده بعض المحطات المعادية اللي هو شايف انه صوته لازم يبقى صوت احتجاجي. اديكي مثال، راجل راح يدفع الايصال الكهرباء بتاعه، فلقى الايصال فيه ممكن من وجهة نظره ان فيه مشكلة. الراجل ده ازهري، راح طالع بفتوى قال ايها الناس اسرقوا الدوله في الكهرباء من عنده كده. فليه ده صوت احتجاجي؟ طب ما كان بيوسعك انك تروح للاداره التابعه ليها، يقول لك لا ما بقول ادفع. طب حتى لو بقول لك ادفع تضل الامه بحالها، وده اكيد له متابعين ليه كتير. لمجرد ان عندك مشكله شخصيه. فهنا يجب ان احنا ندرك ان اهل التخصص هم الاقدر. عندنا دار الافتاء المصريه، أيوة. عندنا مؤسسه الازهر الشريف، عندنا ائمتنا بخير بسم الله ما شاء الله. النهارده الجيل الجديد والصف الثاني والثالث من علماء الازهر من ائمه المساجد، ده كاننا بنختار سفير بيختبر ويمتحن شفوي، ونسأله في المعلومات العامة، ويسأل في كل الجوانب هل هو عايش معانا ولا عايش مع الماضي بس، ما هو الشريك لنا. فهنا المواكبة والمعاصرة بدأنا ننبه الناس ان الخطاب الماضوي ما يقدرش يخليك تعيش معانا، ومش كل من درس الدين عنده القدرة على ان انا اخد منه فتوى، عشان بس الناس تبقى فاهمه الكلام ده. عشان كده سألت حضرتك من هو المنوط له بالفتوى؟ مين الشخص اللي لما اخد منه الفتوى ابقى مطمنه؟ المتخصص في الدين اللي هو العلماء الربانيين المخلصين اللي هم تخصصوا في دراسه العلوم الشرعيه، درس الفقه واصول الفقه، ودرس التفسير والحديث ومصطلح الحديث واللغه والبيان وعلم البديع. هل الفتوى دي يا شيخ إبراهيم بتكون يعني اجتهاد من المفتي؟ يعني هو نتيجة ما درسه فبيجتهد انه بيجيب من السنة، بيجيب من الشريعة، بيجيب من القرآن الكريم، فبيجتهد من نفسه، ولا في محددات للفتوى لهذا الشخص؟ لا اكيد في محددات للفتوى، ولكن اجتهاده هو انه بيساعد من خلال المعارف اللي اكتسبها ازاي يستنبط حكم. يعني لما يجي حد يقول لي مع حكم السرقة فهقول له حرام، هيقول لي ما دليلك؟ اروح ذاكر الآية. خلاص. هيجي يقول لي ماذا تقول في الزنا؟ هقول له من الكبائر ومحرم. ليه؟ ما دليلك؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. بيبقى مستند بقى على ايات قرآنية من الحديث ولا لازم يقنعني. وهنا خلي بال حضرتك احنا بندفع فاتورة كانت نوع من الاهمال، ان في فتره من الفترات الدوله تركت الخطاب الديني كلأ مباح لكل من هب ودب. فوضى، كان في فوضى. فاللي معاه دبلوم صنايع مع احترامي ليه ده شغله، اللي عايز يشتهر يطلع على السوشيال ميديا ويقعد يتكلم. لدرجه ان بعض الفضائيات لما احد الناس قال لي ده انت خساره طب ما تروح تشتغل، فلقيته لا، هو اول سمه في اللي جاي يشغله في الدين انه ما يكونش من اهل التخصص. وشفنا نتاج ده ما يسمى بظاهره الدعاة الجدد. ايوه، كانوا بيطلعوا لنا بشكل شيك، بشكل مختلف، بشكل مش مهم يبقى عندي معلومه، ولكن المهم ان انا اشتغل على الرقائق، ازاي اخلي خالتي وعمتي وامي يعيطوا. وبدا يخلي الدين ده كانه مناحه، ويلا نصرخ ويلا نعيط. حتى الاشرطه بتاع الكاسيت شيوخ السلفيه أيوة. واساميهم معروفين، كان يفضل يعني خطاب جلد للذات مش نقد. هي الموضه دي بدات من التسعينيات تقريبا. بالظبط. هي
تقدري تقولي من بعد 67 بدأ للأسف الشديد خطاب ديني كان بيعتمد على اتهامك مهما عملتي. حتى لما فكرنا نعمل أعمال دينية، العمل الديني كان عمل مشكلة، إن أين نحن من صحابة يا سيدي؟ ما كل عصر ليه ورجاله. ما أنت هتقدر تقدم للإسلام برضو اللي قدمه الصحابة ويمكن أكتر. انت لما تقدر يعني النهارده شوفي، انت عملت وزاره للاوقاف، كم المساجد اللي بنيت لم تكن موجوده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكم. انت برضو شغال على ده، وانت كمان يعني لم ترى النبي، ومع ذلك انت استطعت انك تقدم دين وسطي. طبعا مش هخفي عليكي اجهزه بعض المخابرات في استخدام الجماعات الدينيه للتشويه، وشفناهم بقى وراحوا الخليج وجم وعاشوا حياه قلنا بالوهابيه المتشدده، الوهابيه اللي اصحابها نفسهم تركوها. صحيح. هم عندهم اصرار عليها الى اليوم. وهنا كان لزاما على الدوله المصريه ان هي تاخد خطوات. اول حاجه هو مين اللي يتسال؟ اللي بشوفه على المنبر. طب هو كان بيشوف المبلط بتاعه، لان ده واخد اللي على المنبر ده المفروض انه واخد اجازه يعني، ده الاصل. لكن التوقيت ده كان اي حد بيطلع في الفتره اللي حصل فيها بدايه الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ مش عارف ايه، وبدا يعملوا انفصال امبابه بقى الجمهوريه ومش عارف ليه. لان كان في عشوائيه ومفيش حرص. النهارده ايه الخطوات اللي قدرت الدوله تاخدها؟ اولا المنابر قاصره على اهل التخصص فقط. ثانيا لا يعتلي المنبر الا من اجيز، مش كل ازهري. يعني احنا كنا الاول كل اي حد، لا ده احنا مش كل ازهري يقدر ان هو النهارده يرقى المنبر. ده لازم يكون تعرض لدورات تدريبيه ودورات تاهيليه على الالقاء وعلى الترغيب وليس الترهيب، وعلى اسلوبه في دعوته، وهل هو متشدد وانتماءاته ايه. ادي حاجه. الحاجه كمان توحيد الخطبه، ده جزء برضو عامل لان كنت بتسيب المنبر كل واحد يجيب قصه على هواه ولا لها اي اصل في الدين ويشتغل عليها، ويبقى شغال بقى بضغط نفسي على الناس والكلام اللي احنا عارفينه. النهارده كمان بقى في نوع من انواع التثقيف لرجل الدين. زمان كان بيتقال الرجل عالم الدين انه حكيم عصره، يعني يتسأل في اي حاجه. لا دلوقتي لا، حضرتك انت تخصصك ايه اللي انا هقدر استفيد بيك من خلاله. فهنا بدات وزاره الاوقاف، بدانا نعمل اكاديميه يمكن لا نظير لها في العالم الاسلامي. عندنا اكاديميتين، اكاديميه الاوقاف الدوليه دي مقرها في مدينه السادس من اكتوبر ميدان فودافون، ودي مدينه او اكاديميه بتستقبل كل من يريد أن يتصدى لخطاب الدين. يعني حتى لو نجح بنقول له لا تعالى لنا اقعد، ويبتدي يقعد مع مفكرين، يقعد مع صفوة المجتمع، تبقى في محاضرات بشكل دوري، وياخد إجازة بالفتوى. يعني اللي بيدي فتوى لازم ياخد إجازة ان هو قادر على الفتوى. بيتعمل له يعني ياخد 6 شهور أو 4 شهور على حسب نوع الدورة اللي بياخدها، ويختبر. إن ما عداش يعيد تاني. واخد بال حضرتك؟ ايضا كان عندنا من المشاكل ان المراه كانت ارض خصبه للافكار المتشدده. فبدا الاكاديميه الثانيه اكاديميه الازهر الشريف طبعا تحت رعايه فضيله الامام الاكبر. عندنا كمان المراه بقى كانت هي مشكله متسابه، فكانت بتتخطفها التيارات يا السلفيه يا الاخوانيه. صحيح. فبدانا نعمل الواعظات ومكرسات الكنيسه. ليه؟ علشان كان ده جزء برضو من الاختراق التيار المتشدد للمراه. فتلاقي بقى ايه يعني حتى اللي لبست النقاب بالنسبه لهم في النار. ليه يا عم؟ يقول لك اصل شنطتها اورنج او شنطتها حمراء. عنوان هؤلاء هو التشدد، والتشدد اللي يؤدي الى الارهاب. يعني اذا كان الارهاب حصل بدايته في التسعينيات، فهو كان اساسه هذا التشدد وهذا التطرف اللي ليس له اساس من الصحه، لا في الدين ولا في الشرع ولا في كتابنا ولا في سنه رسول الله. خلينا نطلع بتقرير ونرجع نكمل الموضوع المهم ده. فوضى وعشوائية الفتاوى، من يتصدى إليها، وكيف يمكن أن نعطي توعية ووعي لكل فرد من أفراد المجتمع في من هو الذي ينوط له الفتوى، ومن هو رجل أو عالم الدين الذي نرجع له ونعود له في أي فتوى خاصة بالدين وبالشرع. نروح للتقرير ونرجع مرة أخرى. تفضلوا.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مركز الأزهر معايا؟ إن شاء الله مركز الأزهر جهاز الفترة الإلكترونية ورحب بكم تحت أمر حضرتك. هو واحد من أهم المراكز التي أنشئت حديثا لمواكبة العصر الحديث. هو مركز الفتاوى الإلكترونية بالأزهر الشريف الذي يستقبل فتاوى الجمهور إلكترونيا وهاتفيا بالإضافة إلى الرد على الفتاوى بعدة لغات. والفتوى الإلكترونية تنقسم بداخلها إلى أقسام عدة، منها الفتوى عن طريق التليفون، ومنها الفتوى عن طريق الرسائل القصيرة، ومنها فرع البوابة على بوابة الأزهر الشريف نستقبل الأسئلة ونجيب عنها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة للجمهور. قسم يعمل على مراقبة الفتوى، على جودتها، على أدلتها بصفة مستمرة حتى نضمن خروج منتج فتوي للجمهور يناسب جميع طبقات المجتمع ويراعي الوسطية واليسر والسهولة ويقضي على تشرذم المجتمع وعلى الفتاوى المتشددة. حاليا يتواجد 3 لغات، الفرنسية والإنجليزية والألمانية، هذا كبداية حتى إضافة لغات أخرى حتى نستطيع تغطية كل لغات العالم وكل جنسيات العالم. ترد أسئلة مثلا ما حكم تهنئة المسلمين لغير المسلمين في أعيادهم، كيفية الاندماج في القضايا الحساسة جدا كمثلا لما قضية الحجاب في بلدان مثل فرنسا مثلا التي منعت الحجاب. فدورنا هنا نبحث عن الحلول الشرعية التي لا يوجد فيها تفريط مع الشرع أو مع الشريعة الإسلامية، وفي نفس ذات الوقت تواكب المجتمعات الأوروبية بما لا يحدث تعارض أو تضارب أو صدام.
مع هذه المجتمعات الإسلامية التي تعيش في أوروبا وغيرها وبين البلدان التي يعيشون فيها. بنجد حرص شديد على الدين ما شاء الله، ودايما بنعزز عندهم هذه النقطة. أول ما بتسأل بنشكر لها ونحمد الله عليها على هذا الدين والحرص على السؤال في الدين. بعد ذلك بنديها الفتوى في أبسط ما يكون بصورة سهلة جدا، ما بندخلهاش حتى في اختلافات الفقهاء أو حاجة، بنراعي حالتها. بعد كده بنحرص على ان الاجابه تبقى مختصره، ما يبقاش فيها تشدد او فيها صعوبه. اللغه بتاعتنا بنحرص على ان تبقى مناسبه جدا للي بيخاطبنا، بنسمعها على قد ما نقدر، ما نقفلش معاها او ما نشددش عليها في السؤال. بيبقى صدرنا واحد جدا، وفي الاخر بنهتم جدا بالجانب الوعظي لان المراه هي اساس المجتمع. بتاتي اسئله من خلال الهواتف، من خلال لجان الفتوى الإلكترونية، بتكون محتاجة إلى مزيد بحث، أو ظاهرة جديدة مثلا المفتي بيبقى محتاج إن هو ياخد يعني يلم بالجوانب المتعددة للقضية، فبالتالي بيأتي لينا مطلوب مثلا أدلة شرعية، أو مطلوب رأي فقهي معين، أو مطلوب جمع يعني مصادر معينة للقضية ديت، أو من أفتى بها قبل ذلك إلى آخره. تمام كده، فبالتالي ان احنا بنرد عليها. يضم المركز أكثر من 300 واعظ وقع عليهم الاختيار بعد اجتيازهم دورات عدة داخل الأزهر الشريف، وكل ذلك من أجل توفير المعلومة الصحيحة في فهم الدين ونشر الإسلام الوسطي. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وهذا الموضوع الهام في التصدي للعشوائية وللفوضى الخاصة بالفتاوى. برجع لحضرتك مرة تانية شيخ إبراهيم، كنا بنتكلم قبل التقرير ويمكن التقرير يعني أكد على كلامنا بوجود أكاديميات بتجمع العلم كله الخاص بالشريعة والعلوم الدينية، وإنه لازم يكون في تخصص ولازم يكون واخد إجازة هو من نعود إليه في فتوى شرعية، ووسائل متعددة زي ما ذكر التقرير ان احنا ممكن نرجع لها علشان ناخد فتوى، منها دار الإفتاء بالتليفون. ولكن نرجع مرة تانية اللي هم بنقول عليهم شيوخ الفضائيات او شيوخ الوسائل التواصل الاجتماعي، وطريقة الترهيب وليس الترغيب. يعني احنا حتى شبابنا دايما بنقول ان احنا بنتكلم معاهم في الدين بالذات بطريقة ترغب في الدين، تحبب في الدين، لكن هذه الصوت العالي دايما بيبقى لهم كده سمات معينة بالزبط. الصوت العالي والكلام الكتير، يعني حتى ما نعرفش ناخد جملة من كتر كم الكلام اللي بيتقال. فاحنا عايزين ندي وعي من خلال حضرتك، وحضرتك طبعا يعني أحد علماء الأزهر وشيخ كبير جدا جدا في الفتاوى، فتقول دلوقتي لكل حد بيتفرج علينا احنا ازاي نحمي انفسنا من هؤلاء، يبقى عندنا الوسطيه اللي بينادي بيها ديننا الاسلامي، ازاي نتعامل بقى في هذا؟ طيب خلينا احيي حضرتك على اهتمامك وعلى التقرير الجميل اللي جاب مركز الفتوى بالازهر الشريف، وخلينا نؤكد على عدة أمور هامة. أولا، الطبيب حينما يخطئ يقتل مريضا واحد بس، لكن المفتي أو من يتصدى للإفتاء ممكن يهدم أمة. بالظبط. خلينا أقول لك، أنا في نصر أكتوبر اللي فات دعيت في جامعة اسكندرية عشان أتكلم عن الاحتفال بالنصر، فقلت لكل اللي قاعدين في المدرج قدامي، قلت لهم احمدوا ربنا على نعمة انتم مش واخدين بالكم منها. قالوا لي ايه؟ قلت لهم نعمة انك معاك بطاقة هوية، بطاقة شخصية في جيبك بتقول ان ليك سكن، بينما الدول المجاورة كلها احنا عندنا حدود ملتهبة كالنار. في دول بفعل الخطاب الديني اتشالت من على الخريطة الأرضية. ليه؟ لأنه هم للأسف جابوا أنصاف متعلمين وبدأوا بقى إيه يشتغلوا على الناس وخربوا الدنيا، وشفنا قطع الرقاب، وشفنا قتل 25 مصري في ليبيا وأحدث كاميرات والكلام ده كله. كل ده لأن أعدائنا دلوقتي وقوف مصر
كالجبل القوي في مهب الريح. خلاص هي دي الصخرة تتحطم أمامها كل المؤامرات. هو بيلعب في غزة، يلعب في لبنان، يلعب في ليبيا، يلعب في العراق، لكن ما يقدرش يهاوب ناحية هنا ليه؟ زي ما ربنا حبل الأمة دي بقوة غاشمة ممثلة في القوات المسلحة المصرية، ربنا برضو أنعم عليها بقوة ناعمة الأزهر الشريف. ولذلك لما جت يناير المسلمين والمسيحيين بقوا قاعدين مهتمين بحراسة بعض. يلا نصلي الجمعة، فتلاقي المسيحيين واقفين هم اللي بيدوا لك المية عشان تتوضي وتصلي. مصريين ويلا كده. فإيه ده المشهد العبقري الكامن داخل النسيج الوطني وداخل الوعي بتاعنا. طب أسأل مين بقى؟ أسأل العالم. أنا بروح أصلي في مسجد معين، بتأكد إن ده عالم جاي من مؤسسة الأزهر الشريف تحت رعاية وزير الأوقاف المصري، فأنا هنا ببدأ أعمل معاه حوار، أناقشه، أسمع له درسه. ما عجبنيش ممكن أروح مسجد تاني وتالت ورابع. هنا بقى كمان عايزين أعمال العقل. يعني إحنا استفتي قلبك. استفتي قلبك لما سيدنا النبي قال له وابصك القطيع. يعني مش هو الكلام اللي بيقوله هذا الرجل هو مش منزل يعني من السماء. انت عندك ناس كانوا بيحرضوا على قتل اولادنا في الجيش والشرطه بالظبط على فكره. وكان بعض الناس يعتمد على انه صوته حلو. يا حبيبي ما هو حافظ القران وبيقتلنا بيه، يعني هو حتى مش فاهمه. يعني في فرق بين الحافظ وفي فرق بين الواعي المستنير المتخصص الدارس، لان علم الشريعه علم ثقيل. انت النهارده لما تقف قدام علم المواريث فين اللي ممكن يقول لك 1 2 3 والانصبه كذا وكذا؟ فهو علم ثقيل في التعلم. ولذلك تجد ان احنا يقول لك فلولا نفر، يعني بسيب اهلي واخرج. كانوا زمان يجوا من الصعيد ومن وجه بحري يعيشوا في الازهر. ليه؟ لان بينعزل عن بيته واهله علشان يقدر يحفظ، علشان يقدر يفهم، علشان وعلم الدين ما بيتاخدش بالقرايه. يعني احد المحامين للاسف الشديد لما طلع، وانا من خلال منبر حضرتك بحيي نقابه المحامين ان هي تصدت وطلع، هو قرا قرايه غلط. قرا في كتاب للامام السرخسي وهو من اتباع المذهب الحنفي ان سيدنا ابو حنيفه رفض يقيم الحد، حد الزنا على رجل كان دفع ما يسمى بالاجر للمراه. فالراجل لع الفضائيات، عمل فضايح، الزنا مباح والمساكنه مباحه. يا حبيبي اهدى ليه؟ قال ده الامام ابو حنيفه راحوا له 2 امراه ورجل وقد زنيا وهو اقرهم وما رضيش يقيم الحد. اجتهاد كده من نفسه. بينما هو عشان مش متخصص ارى لا تقربوا الصلاه وجري. أيوة. القصه ما حصلتش، مفيش حاجه كده. يعني مفيش 2 وقعوا في جريمه الزنا وراحوا لابو حنيفه. ده في حاجه اسمها الفقه الافتراضي. تلامذه الامام ابو حنيفه بيقولوا له يا امام ماذا تصنع لو عرضت عليك قضيه راجل جاي مع امراه وبنتهمهم بالزنا وبعدين ثبت ان هو منحها اجر؟ فهنا قال هو انا ما اقدرش اقيم عليها الحد. طب ليه يا امام؟ قال لان في شبهه. ما يمكن ده مهر يا جماعه، لان لا كان في بقى وثيقه ولا كان في وزاره عدل ولا كان في الاحوال المدنيه، فبقول ربما يكون ده مهر. لازم الاول اتاكد. انا ما اقدرش طالما في اجر. قالوا له طب الاجر يمنع اقامه الحد؟ قال يمنعه، لان النبي قال اضراء الحدود بالشبهات. قالوا له طب ايه الشبهه؟ قال لهم ربنا سمى الاجر مهر. فربنا قال في القرآن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. أيوة. فسمى المهر أجر. فبيقول ربما يكون احنا وصلت لنا المعلومة خطأ. فده بيعلمنا ايه؟ ان الحدود مش عشان اقعد اقطع ايد الناس واقطع رقابيهم ورجلي، لا، ده هي زواجر وجوابر. علشان ايه؟ نخشى. يعني مصر بتعمل جيش قوي ليه؟ ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه عشان تحققي الردع. اذا اللي مش فاهم بقى يطلع يقول لك ايه؟ يلا نقطع من الحلقه انه في ناس كتير قوي يدعوا ان هم يعني لديهم القدره على الفتوى، لديهم كل من قرا له كلمتين في كتاب او عن سمع ان هو يقدر يدي معلومه دينيه، وبنشوفهم منتشرين سواء في الفضائيات المدفوعه الاجر، سواء في وسائل السوشيال ميديا، يعني دعايه لانفسهم من اجل الترند ومن اجل الشهره، من اجل اشياء اخرى.
بالتأكيد أصبح الآن الوعي المصري أفضل من ذي قبل بكثير. أكيد. لأنه إحنا تعرضنا لهذه الفوضى بشكل كبير جدا وتجرعنا مرارتها من الإرهاب، دفعنا ثمنها في الإرهاب. صحيح. الإرهاب اللي احنا شفناه المنتشر الفترة اللي فاتت قبل كده كان معظمه وسببه الأساسي هو التطرف الشديد، والتطرف يأتي من هؤلاء اللي بيفتوا فتاوى غير مدروسة وغير معروفة المصدر. فاحنا لازم نعرف مين هو الشخص المسؤول عن الفتوى، اللي يكون عالم من العلماء الدين الدارسين اللي واخدين إجازة، لأن دي مسؤولية قدام ربنا. صحيح، وسيدنا النبي قال كده: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. أيوة، ده أحلى ختام نختم بيه النهاردة. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا، وبتمنى أن احنا نكون قدرنا نقدم توعية ووعي ونلمس خطورة هذه الفوضى من تشتت وبلبلة وفرقة بين أبناء المجتمع الواحد. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. الداعية الإسلامي الشيخ إبراهيم رضا. شكرا لحضراتكم. الأسبوع القادم حلقة جديدة ووضوح. إلى اللقاء. كل حي وبعد كل حياة قادر تصبر جريح الروح على بلواه. بحس الأخرس بنوح وارعش قلوع المراكب، كله في طريقه مروح زي الطيور في المغارب. يا حي فوق كل حي وبعد كل حياة قادر تصبر جريح الروح على بلواه. يا حي فوق كل حي وبعد كل حياة قادر تصبر جريح الروح على بلواه. يا حي فوق كل حي وبعد كل حياة قادر تصبر جريح الروح على